صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو، بجانب مشفى الحجز والاستعلام. هاتف 433. مساء الخير مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا مشاهدينا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، وزملائي بالكنترول هيف وشيرين على البث المباشر. ضيفي بالاستديو الدكتور مروان صالح بيري، اختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحد نبدأ لقائنا ونقول له لضيفنا الدكتور مروان يسعد مساك دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخيرات، اهلا وسهلا لكافة المستمعين البوير اف ام. شكرا. ان شاء الله نقدم خدمة للناسنا واهلنا في روجافا وفي شمال شرق سوريا. الف شكر لكم دكتور. اكيد مستمعينا، برنامجنا هو برنامج طبي توعوي. عبر هاللقاء عبر هالبرنامج عم نستضيف اطباء ونسلط الضوء على موضوع معين حسب اختصاص الضيف. اليوم اخترنا نحن والدكتور هيك موضوع مهم كتير، وهو ربما يكون شائع. لحتى تستفيدوا شاركوا رابط الحلقة وشاركونا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر الأرقام الواضحة على الشاشة للي عم يشاهدونا 093 82 80 81 4. يلي عم يشاهدونا عبر البث المباشر عبر أي كومنت رح نجاوب على أسئلتكم أكيد، ورح نكون مسرورين بمشاركتكم لنا. التهاب مفصل الروماتيدي، او يعني اذا صح التعبير او انا لفظته مزبوط رح يصحح لنا اياه الدكتور مروان. يا ترى شو هو المصطلح العلمي البحث؟ شو هو بداية تعريف لموضوع حلقتنا لليوم؟ شو هو موضوعنا؟ نحن سمعنا انه روماتيزم. شو معنى روماتيزم؟ روماتيزم معنى عام شائع. نعم. بس هلا اليوم حلقتنا يكون على الروماتويدي ارترايتس، التهاب مفصلي روماتويدي. التهاب مفصلي روماتويدي. نعم. شو التعريف عنه؟ التعريف يعني اللي المتدارك فيه مرض مناعي معنت عن العلاج مع الأسف الشديد، ينتقل عن طريق الوراثة. يعني العامل الوراثي دوره كبير في هالمرض هذا. تماما. بالدرجة الأولى هذا هو كتعريف له. هو كتعريف له. دكتور، يعني هلا كتوضيح للمستمعين، نحن دائما الشريحة المستهدفة هي مستمعينا اللي عم يسمعونا، يلي هلا بسياراتهم، يلي هلا ببيوتهم، يلي هلا بأماكن عملهم. نحب نحن نوصل المعلومة دائما للمستمع انه في فرق بين الروماتيزم والروماتويد. يعني هو مصطلح علمي ولا هو لا، في فرق كبير بيناتهم. يعني في مو فرق العلمي. الروماتيزم معنى عام. عام. اما هذا مرض معين خاص، روماتويد ارترايتس. نحكي اليوم نسلط الضوء على الروماتويد ارترايتس. حلو كتير دكتور. اما كالروماتيزم بحر في كتير امراض كروماتيزميه. اللي هي ان شاء الله سوف نتطرق عليه بحلقات قادمه. يعني صح اكيد ان شاء الله. دكتور، طيب هل الموضوع اللي عم نحكي عنه لليوم التهاب مفصل روماتويد يا ترى شو هن الأعراض لحتى اللي هلا عم يسمعنا ممكن يكون حدا من المستمعين معه هالحالة وما نعرفان؟ أولا ألم مفصلي. ألم مفصلي معمم في المفاصل الصغيرة من الرسخ. نعم. مفاصل سلاميات اليدين. أيوة. هذا أعراض من الأعراض. يصير تورم بالمفاصل. أيوة. تورم بالمفاصل. يصير تيبس صباحي. بالانجليزي مورنينج ستيفنس، يعني تيبس صباحي. الصبح ما يقدر يحرك ايديه، يعني ايديه ما يابسات.
تماما. بعد شي نص ساعة ساعة حركة يرجع وضعه الطبيعي. يصير تشوهات في الأصابع اليدين، تشوهات بيصير عنق الوزة، يعني حسب الصورة إذا نعم. هلا زملائنا على الكنترول أكيد هلا رح يبثوا تشوه بالأصابع الإيدين، يعني عنق الوزة هيك يصير التشوهات. يصير دكتور ولا لا المسار تبعه هيك أيوة عنق الوزة تماما. يصير انحراف زندي، يا ريت لو تجاه الخارج، الوجه الوحشي يعني. وجه الوحشي. نعم تماما. إضافة إلى هالأعراض في عندنا تورم بالمفاصل الركبي أيضا. الركبي، يعني أول شيء يضرب مفاصل صغيرة، بعدين يتعمم إلى مفاصل كبيرة كمان. أكبر. أيوة. ألم يعني ألم كتفي، مفاصل الركبي، رسخ اليد، رجلين. نعم. يعني كله بيصير يعني لازم يكون على الأقل 7 الأعراض اللي حكيت عليها، لازم حتى يتوفر 3 أعراض حتى تثبت إنه المرض 100. تمام. بس أكيد رح يبين بالعيان، يعني مثل ما أنا بالنسبة لي المريض يجي يمشي مشي اللي عندي بعرفه إنه هذا المريض من روماتويد أرثرايتس. طبعا للي عم يشاهدونا هلا الصورة وضحت لهم إنه كيف على الشاشة على البث المباشر وضحت لهم. دكتور هلا حكينا عن الأعراض، في أعراض غيرهم يعني؟ في هلا أعراض بقى الوسائل التشخيصية بالنسبة للطبيب الممارس. نعم. يعني الطبيب المختص بالأمراض الرثوية بيعرفها. في 7 مثل ما قلت سابقا إنه لازم الواحد يعتمد مو بس على الأعراض، يعتمد على سريريا. نعم. يعتمد على التشخيص المخبري. أيوة. يعني نحن نستفيد من المخبر كمان حتى يساعدنا بالتشخيص، نستفيد من الأشعة. يعني حتى الأشعة عم يعملوا في مثل ما يقولوا مناقير حواف الفقرة المفاصل. تماما. في عقد، يعني هلا بس أمد إيدي على المفصل أعرف إن النودلز يعني عقدة بالإنجليزي. صح. إضافة إلى المخبر يعني تحري الدم، يشوف العامل رثوي إيجابي مو إيجابي، سرعة تسفل إشقاد، البيض وصيغة نستفيد منها. أكيد. يعني في مجموعة من التحاليل هي اللي بتعنيكم أنتم كأطباء مفاصل. في تحاليل خاصة نوعية لهالمرض. حلو كتير. ومع الأسف الشديد بالقامشي ما في موجود. للأسف يعني هم غالية وهم ما في. صح. يعني للأسف يعني. كنا نعتمد يعني في وسائل تحليلية متطورة، العلم يتطور كل سنة يعني. أكيد. دكتور هلا حكيتوا عن موضوع الوسائل التشخيصية، الشعاعي واحد منهم، التحاليل الدم طبعا بالدرجة الأولى هو الفحص السريري. الدرجة الأولى الفحص السريري، والدكتور الممارس يعني أكيد يعرف حتى يتوجه. بقى لنسبة أول شيء بداية المرض لازم نستفيد من التحاليل كمان. أكيد. نسبة يعني بالعرق يبين بين النساء أكثر من الرجال. هو هذا كان ومن الأعمار اللي توفر بعد 30 يعني بعد 30 يزيد نسبة المرض أكثر. 1/3 للنسبة تبع الرجال، يعني 2 النساء حتى 1/3 من الرجال. أيوة. المرض منتشر، يعني منتشر مرض، مو انه مرض شائع، مو مرض نادر يعني. نعم. من الامراض الشائعه بهالوقت هذا. تماما. السبب الاساسي قلنا العامل الوراثي. صح. بقى هلا مع هالتغيير هالجو التغيير المناخي، يعني هلا صار في خلل في ديناميكيه العامل المناعي للجسم. نعم. العامل يعني الممرض سنه عن سنه يزيد النسبه. اكيد. انا يوم اللي كنت فاتح عياده هون نعم. يعني بالقامشلي. نعم. كنت أعمل إحصائيات خاصة. عندي مريض مثلا عندي وصل ل 135 140 مريض هالمرض. هلا خلال 10 أيام اللي أنا بداوم هون يا 15 يوم أشوف صار 50 مريض هالمرض المرض خاص.
اذا في عوامل مسببه، عوامل مسببة مؤهبة. موهبة إيه؟ تماما. والعامل البيئي كمان، اكيد بيلعب عامل دوره. البيئي له دور كبير كمان. تماما. إيه. دكتور، حكيت عن موضوع العرق، سواء يعني انه انت قصدت انه الجنس الانثى هي بتصاب اكثر من مع الاسف نعم. النساء يصابون اكثر. هلا الاعمار دكتور، لو حكينا عنها مثلا، الاعمار الصغيره بتنصاب كمان. الاعمار الشديده الهجمه، يعني هي المرض هي مرات يجي هجمات، صح. هجمات يعني صعب يقوم يعني صعب نعالجه حتى بوقت الهجمه. نعم. الاعمار يعني من 30 لل 50 هدول عزه النشاط المرض، من 30 لل 50 بصير فعال يعني. ايه فعاله. وشوي شوي مع استعمال الادويه المناعيه نحن نوقف المرض، نحن نخلي المرض ما يتطور، ما يصير تشوهات، ما يصير يعني إصابات جهازية. هو المرض جهازي. تمام. يصيب مو بس مفاصل، يصيب الرئة، يصيب العينين، يصيب الجهاز التنفسي. هو مرض يعني يصيب كل أعضاء الجسم حتى الجلد. تماما. دكتور، كنا بنسمع انه احيانا هيك اللي اطفال اللي كان مثلا يصيبهم التهاب لوزات بشكل متكرر، انه دكتور بيتخوف انه مع الايام مع المستقبل يصيبوا مرض بالقلب. يا ترى مدى صحة؟ لا هذا روماتيزم، حمى رسوية، حمى روماتيزمية، حمى روماتيزمية ما له علاقة بهالمرض تبعنا قط. تمام. مسألة الروزات، مسألة ستيفيلاكوك بالجسم يصيب اللوزات، ومن اللوزات ينتشر على المفاصل، وفي حال لم يتعالج يضرب صمامات القلب. لذلك يوم اللي نحن نعالج طفل او نعالج نقول شيل البؤر الملتهب، عامل المسبب، صح. يشيلوا اللوزات يرتاح المريض. يعني يشيل اللوزات الالتهابي المعنت عن العلاج. صح. يعني اللوزات له دور كبير كمان بالجسم. يعني ما نقول لاي واحد يلا شيل اللوزات، لا. اللي ما يتعالج يكون في مضاد استطباب يعني. اكيد. تمام. يوم اللي يصيب صمامات القلب كمان بده استشارة قلبية ومن صمامات القلب. يعني هلا بوقت الحاضر يعني العلم تطور. صح. يعني المرض يعني مباشرة بس ما وجع المفاصل يجوا على الدكتور ونحن نوجه من هون لهون. تمام. إن شاء الله يعني أكيد. أمورنا بخير. أكيد. هذا أكيد بحث آخر يعني، ولكن هيك خطر على بالحلقة تبعنا. دكتور، بعد ما الطبيب شخص أخذ إجراءاته اللازمة، سواء كان بالفحص السريري توجه للشك بالحمى هاي، أيضا بالأشعة وبالتحاليل، العلاج، بالقصة السريرية، بالعامل الوراثي، إذا نسأل عن أمها، خالاتها، مين من هالعائلة معها هالمرض. أكيد. يعني هذا المرض يصير عبر الجيل. يعني مثلا أنا مريض أحفادي يصيبون، مو إنه ابني. تمام. عبر الجيل. الجيل الثاني يعني. نعم. دكتور، الأغذية، العامل الغذائي له دور بالإصابة بهذا أبدا ما له علاقة. هو مرض مناعي. مرض مناعي. ما بيأثر. نبتعنا عن مثلا الأكل الحاد. هو أصله يعني جسمه كله ملتهب وحرارة عليه ويجي سخونة على أكل الحاد. نقول يأزم الحالة. تماما. دكتور، العلاج كيف بيكون؟ علاج بحر. أيضا. بس يعني دواء أنتو علاج نحن نبدأ يعني بخطوة وحسب شدة المرض. يعني ما نبدأ كله مثل بعض. ما كل الأمراض ليش نقول تعال زورنا كل شهر أعمل تحاليل. نحن نبدأ بخطة. أول شيء بالنيستيرويدات الخفيفة اللي على المعدة كمان، وخفيفة على الوزمات اللي بالإيدين. في حال لم نستفيد من الاستيرويدات نحن نضطر إلى أدوية اللي كل العالم تخاف منه، هو الكورتيزون. والكورتيزون كمان أنا حريص جدا على عظام المريض وكيف أنا يعني أعمل وقاية لهالعظم، أدعمه بفيتامين د، أدعمه بالأكل اللي لازم يأكله مع هالكورتيزون. خطة غذائية يعني. طبعا برنامج غذائي مشان ما يصير ترقق العظمي. تمام. بعطيه كورتيزون بجرعات قليلة، يعني 20 ملم، وبعدين أنزله ل5. تماما. في حال لم يستفيد من الكورتيزون في عنا أدوية مناعية
اللي هي الميتوتركسات، اللي هي السلفاسفرين، اللي هي أدوية مناعية. كمان مع الأسف في بس ميتوتركسات حاليا متوفر. قبل كنا نعطيه كلوراكين دي فوسفات، انه هلا بالاسواق اسمها بلارليجيل. اللي كلوراكين دي فوسفات كانوا كويسه من امراض الملاريا، وبالتجارب العلميه استفادوا هالمرض هذا النورمال. حاليا العلم الحديث في عنا ادويه بيولوجيه، اللي هي الادويه اللي طبعا بالقامشلي ما في الا بالمشفى الشامي بيعطوا، يعني لازم يكون دعم دولي. يعني ادويه غاليه آلاف دولارات حق الجرعات تبعها. مع الأسف أنا كنت بأيام اللي كنت بالسعودية كنا نطبق مثل ما يقولوا الوصفة ماشي. السعودية عندنا إمكانيات كبيرة. هون المرضى يعني مع الأسف الشديد يعني ما يستفيدوا من العلم الحديث، من الأدوية الحديثة، من حتى لو سجلنا وصفات قولوا من أنت يلاقوا. صح. يعني الظروف الحالية يعني ظروف الحالية وما في يعني ما يقدر يشتري كمان حتى لو عنده إمكانية. صح. أكيد. مثل ما ذكرت إنه في كتير أمور بتقع على عاتق الدول أو الجهات المسؤولة. طبعا الدولة طبعا لو إدارة الدولة يعني هدول من أمراض مناعية لازم الدولة تمولهم يعني. أكيد مثل الأمراض حتى بالجيش هون يعني جيش يعني يعفى من الخدمة العلم بهالمرض. يعفى تام. إذن هو ضمن نظام اللياقة البدنية. هذا موضوع آخر أكيد ما راح نحكي عنه. دكتور نحن دائما يعني بنوصل لزبدة لقائنا. طبعا ما بعرف إذا ضل شيء محور حابب إنه تذكره، أي ملاحظة حابب إنه تذكرها بعد العلاج. أكيد نحن بنختم لقائنا بنصائح إذا حابب شيء محور. المرض مرض تحت السيطرة إذا تتابعوا تعليمات الدكتور تماما. يعني تحت السيطرة، ما نخليه يعني ما نقدر نشيله من الجسم كاملة طوره ضمن الأدوية يعني الأمراض المناعية، ولكن نوقفه ونخليه يعيش حياته الطبيعية. يعني ما يصير عاق على المجتمع، على الأهل وعلى أصدقائه، وخلص أنا صار معي هالمرض. يعني يتأمن بالخير دائما. أنه هذا الدواء هذا تستفيد منه يعني من الحالة النفسية تبع المريض كمان لازم يساعدنا كمان. أكيد. دكتور هلأ إذا كمحور موضوع عامل الخطورة، إذا المريض ما تشخص وإذا المريض يعني كان علاجه ناقص ممكن لشو يؤدي؟ مع أسف شفنا حالات كثيرة. الحالات يصير تشوهات ويصير من فقر من عدم إمكانيته. يعني من إذا ما تشخص وما تعالج المرض ما يرحم، يتطور يوم أكيد. بعد يوم. يعني ممكن يأذي الكلية، ممكن يأذي الكبد، ممكن يأذي القلب، يأذي العيون. خاصة نحن نحن نعمل أول ما نعطي كلوراكين دي فوسفات لازم مباشرة يعمل استشارة عينية. يأثر على شبكية العين. ما له علاقة بموضوع مرض السكري هالحالة. تمام، بعيد عن بعض أكيد. إذا الاستشارة الأولى واللي بتاخدوها هي الاستشارة عينية. تماما. نصائح وقائية لمستمعينا دكتور، زبدة لقائنا وخلاصة الحلقة. خلاصة الحلقة نحن بخدمة المواطنين وخدمة أهلنا. أكيد. أكيد. حابب أنا كمان يعني أقاطع الدكتور بهالموضوع هذا طبعا كتنويه يعني لأهالي القامشلي والموجودين بروج آفا. عيادة الدكتور مروان صالح بيري هي مفتوحة بشكل مجاني. الدكتور هو قادم من برات البلاد، هو حاليا موجود بخدمة أبناء بلده. عيادته مجانية بدون أي مقابل. أي مريض حابب يزور الدكتور مروان بعيادته هو بخدمة المجتمع وبخدمة أولاد بلده. وهالمبادرة هاي كان يعني حقيقة مشكورة بالنسبة له. وإذا حابب هو يحكي أي شيء كمان يعقب عليه. الله يعطيك العافية لكل المستمعين. عيادتي مفتوحة، وخاصة بالنسبة لهالمرض أعطيه واتساب أتابعه حتى من بريطانيا. أقول لهم كل شهرين ابعتوا لي تحاليل وأنا أتابعكم من هني كمان. يعني ما يعني حتى الواتساب أعطي للمرضى خاصين.
يعطيك العافية. يعني حتى لو ماني موجود هلا عبر التواصل الاجتماعي فينا نتواصل وفينا أكيد. نبعث تقارير وصور ألف وأدوية. شكر. أكيد أكيد. واهلا وسهلا فيكم. شكرا الله دكتور. يعطيكم العافيه. دكتور، شو بتنصح مرضى يعني كنصيحة هيك، انه مثلا اللي بين عليهم الاعراض اللي من شوي حكيتهم، اي حدا حس بألم مفصلي يراجع الطبيب، ما يأهمل حاله، ما يروح على مثلا للصيدليات ياخذ دواء مانو بحاجة لها، يعني هل هالنصائح هاي؟ الحالة الاجتماعية هي اللي تخلي واحد يروح صيدلية. تفرط. يعني انا بنصح انه يروح على الاخصائي. نعم. يروح على الاخصائي اللي يفهم الشغل تبعه، اللي شغلته صح. ما يروح على العظمية ما له علاقة بالروماتويد ارترايتس، ما له علاقة، مو شغله. انا ما لي علاقة بالعصبية. ما يوم مريض يجيني على العيادة اقول له هذا مو شغلي، ديسك مو شغلي يا اخي، عندي فيها اطباء عصبية روحوا لعنده. مثل ما تعدي على الاختصاص من قلة الوعي. نعم. هلا بالاختصاصي نادر. نعم. اختصاصي نادر من الامراض، يعني صح. من الاختصاصات النادرة. نعم. إيه بقى هلا الحمد لله في اطباء كثير بهال الاختصاص ويقدروا يتابعوا ما يقصروا الاطباء الروماتيزم، ما يقصروا. ألف شكر لكم دكتور مروان صالح بيري، اختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم، على حضوركم الجميل والمعلومات الطيبة. شكرا لك دكتور، نتمنى التوفيق لكم، ومشكور على المبادرة والخدمة. طبعا نشكركم لكم أيضا مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستوديو الدكتور مروان بيري، اختصاصي بأمراض المفاصل والروماتيزم. زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين وهيف. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، أسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة. أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.